ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وارسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو الفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأسلق الباب وعفو الفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكفي المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك المؤمنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان المجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وسلم عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك
زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء على المشفع في القيامة السلام على عليك المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله الله وسلم عليه. الحمد لله الذي حدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا صلى الله عليه. معانك الأطحار معدن سرك الأسمى الفحم صفر النجاة ذهمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك الأصبحوا لولائد ولوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بسلك ما هدى حاد مودة حيج الأشجانا صلى الله عليه. والله وذكر الحبيب لدى المجهم إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله
الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تشعون حبرانا. صلى الله وسلم عليه. فاهتجت الأرواح تشتاق لقاء وتحين تسأل ربها الرضوان. صلى الله وسلم عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير مشفع وزنه الآذان. صلى الله وسلم عليه. وانزل إلى الأوصاف طاح المجتبى واحضر لقلبك يمتلي الوجدان. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله وسلم عليه. ورحمة المولى تم قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله وسلم عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى معتسما بحبل الله من أنشانا. صلى الله وسلم عليه. واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله وسلم عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذى وكن يقضانا. صلى الله وسلم عليه. واعبر إلى أسر الرب لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله وسلم عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. صلى الله وسلم عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا. صلى الله وسلم عليه. ظهره الله عمه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله وسلم عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوب. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه. وأنادي يا تهامي يا معدن الجوه. وأنادي يا تهامي يا معدن الجوه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. تلملما هاتيني رندو padamu. Telama hati ini rindu padamu. Hati dan bibir selalu panggil namamu. Hati dan bibir selalu panggil namamu. Talama أشكو غرامي يا نور الوجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن
kasihku Nabi Muhammad pelita kalbu, kasihku Nabi Muhammad pelita kalbu, hampir tak mampu hatiku menahan rindu, hampir tak mampu hatiku menahan rindu. Talama أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Engkau curahkan cintamu pada umatmu, takkan dapat ku membalas budi jasamu. Setiap ku terkenangkan kasih baktimu, air mata pun berlinang, hati terharu. Talama أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود أنادي يا ديامي يا معدن الجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود. Namamu terukir dalam lubuk hatiku, indah menghiasi relung sanubariku. Bila disebut namamu rindu menggebu, tak mampu rasanya hati menahan rindu. Talama أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود. Ku puisikan gelisah rasa hatiku, maksud hati untukku mereda rindu. Ku jadikan puisi dan juga lagu, namun ternyata rinduku makin membeku. Talama ashku gharami ya nur al-wujud, talama ashku gharami ya nur al-wujud. يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله وسلم عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله وسلم عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله وسلم عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله وسلم وهو عليه. وإن جاء الأخيار مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله وسلم عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله وسلم حتى عليه. أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله وسلم عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله وسلم وأكرم عليه. الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله وسلم عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نحانا صلى الله وسلم عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصيدة بعد انتقال الفصل بعد القصيدة. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر
ونزل سلم عليه ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه لما دنا الوقت البروز لذي أحمد عن إذن من ما شاءه وهو قد قد كان صلى الله وسلم عليه حملت به أم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله وسلم عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب راى البرهان صلى الله وسلم قد عليه كان يغم نور طه وجهه وسرى إلى ابن المنصور عيانا صلى الله وسلم عليه وأنفسه وهو ابن هاشم كريم شهر بن عبد المنام من قصي كان صلى الله وسلم عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتنى عزيز بذلك شانا صلى الله وسلم عليه وقف وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الوصول عدنانا صلى الله وسلم عليه هناك قف على برفعه لاسماعيل كان لأبي معوانا صلى الله وسلم عليه وحينما حملت به
مؤمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله وسلم عليه. وبها خاط لطف من رب السماء أقضى الأذى والهم والأحزان صلى الله وسلم عليه. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من بفضها فاستبشر الودن المخاض فعطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زنت عرش أمداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت ميلاد مشفع حالا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. كانوك ستعصنا مشركين ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا
الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تنفزع وينادون ترى ما غداها من هول أو فضاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وأن تنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فنظر إلينا واعطنا بكل مطمع واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أغثنا يا الله بالحياة الطالعة معنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجعا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا
يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله والصحابة ما سناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. قل يا سيد العيد رؤوسنا. قال يا سيد العيد رؤوسنا. دخل دخل يا سيد. أذن أذان العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلا جلسنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم الله رب هذه الأودية التامة وصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام التي وعدته إنك لا تخلف المياه يا أرحم الراحمين ربي في لي والوالدي 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 رحمك كما ربنا صغيرا اللهم بارك في أولادي كلهم ولا تضر وفينا وأههم لطاعتك وارزقنا بري وارزقنا بره واجعلني وإياهم عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين بارين نائمين الفارحين مسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذي لا أخاف ولا هم يحزنون اللهم اجعلني بمحادين المتقين غير الضالين ولا مدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. صلوا على النور الذي عرج السماء صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. جاد السليم بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد
وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نيلت المغنما منن تسارعت العقول لنيلها وهبات فاضل أورثتنا أنعما يا حادي العيس الرواسي بعجبها سفح العقيق وحط راحلك في الحمام في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير ماجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا وأن عاشني إذا ما زمزما فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للترب ذلك الثما رفقا بقلب في الهوى متعلقين بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدا عيناي باطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرما قسما برب البيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كأس الوصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما
شوقي إلى دار الحبيب محمد صلى الله عليه شوق تمكن في الحشا وتكتما دار حوال نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما صلوا على النبي محمد صلى الله وسلم عليه. أحسنت، أحسن الله إليك، أحسنت ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan sahibul majlis Al-Habib Abdullah bin Adam Al-Qadir Al-Habsyi, dan juga tetamu yang dimuliakan pada malam ini Al-Habib Dr. Tahir bin Husin Al-Attas, para habaib, para syaiban, dan juga para asatizah, para penuntut ilmu, hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke majlis Maulid pada malam ini yang penuh barakah di Desa Aman, di Surau An-Nur, Desa Aman 1. Jadi insya-Allah kita akan mendengar terlebih dahulu tausiah ucapan yang akan diberikan oleh pengerusi Ittihadun Nur, Ustaz Muhammad Darwish. Falyatafaddal mashkura. تبارك أنت في مجلس المواصلة، تبارك اتحاد النور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi nur, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita merafakkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita meninggalkan segala kekusutan dalam kehidupan, segala bentuk masalah yang hadapi dalam kehidupan kita. Kita hadir dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dijanjikan oleh Allah, janjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, barang siapa yang memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tukfa hammuk wa tukfar dzambuk, jadi akan dihilangkan segala keresahan dalam hatimu dan diampunkan segala dosa yang anda telah lakukan dalam seharian anda berkat dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beruntunglah taufik yang Allah berikan kepada kita. Daripada banyak orang pada waktu seperti ini, ada mungkin berehat dekat rumah tengah tengok TV, ada mungkin tengah lepak dekat shopping mall, ada mungkin tengah berbisnes dekat kedai kopi dan sebagainya. Allah pilih kita, anugerah daripada Allah. Perlu bersyukur akan nikmat tersebut untuk duduk dalam majlis seperti ini, mendengarkan akan maulid, mendengarkan akan kalam Allah, mendengarkan akan ilmu, anugerah yang Allah berikan. Cara untuk kita kekalkan adalah kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah merasakan kita lebih hebat daripada orang lain, tapi meminta kepada Allah, moga-moga Allah kekalkan akan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Saya datang untuk mengambil istifadah, untuk menterjemah, namun mengimtisal amr kepada guru kami Al-Habib Abdullah bin Al-Habsyi. Kita doakan kepada beliau, juga kepada semua syiban, moga-moga Allah berikan kesihatan wal afiah kepada beliau, berikan kekuatan rohani, kekuatan jasmani untuk terus membimbing kepada kita insya-Allah. Dan moga-moga Allah jadikan kita anak murid yang mendengar kata, yang tidak sekadar menghadiri maulid, balik hadir maulid, tapi mengambil manfaat dan melakukan setiap yang diberitahu oleh beliau insya-Allah. Allah berikan kesihatan wal afiat kepada beliau, angkat darjat beliau, jadikan ilmu beliau mendapat manfaat kepada semua orang insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah mendengar ucapan daripada pengurusi Ittihadun Nur. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan balasan dan ganjaran yang baik buat beliau. Kita akan mendengar pula tausiah daripada Al-Habib Dr. Tahir
bin Hussein Al-Attas dan akan diterjemahkan juga oleh Ustaz Muhammad Darwish. Falyatafaddal mashkur. المجال أمامك مفتوح توك. الله يفتح. آمين. الله يشرفك. آمين. آمين. الله يشرفك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية واكرمنا بالتقوى يا أرحم الراحمين. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات وعلى الأوقات التي نقضيها تقربا إليه سبحانه وتعالى وسعيا حثيثا إلى فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. Habib memulakan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengatakan dan membacakan ayat yang memberi maksudnya bahwasanya tidak ada orang yang memberikan ilmu kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam pertemuan seperti ini, yang dalam kita itu dalam pertemuan seperti ini ingin untuk mencari redha dan juga pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس واللقاءات والتزاور في الله سبحانه وتعالى والتآخي في الله وسوق النفس إلى القرب إليه سبحانه وتعالى بمختلف الطاعات هو هذا دلالة العقل الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به البشر. Pertemuan seperti ini, ziarah menziarah kerana Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia petanda seseorang tersebut mempunyai akal yang selamat, akal yang sejahtera yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. فقد ميز الله سبحانه وتعالى وشرف هذا الإنسان دون الخلائق بقية الخلائق بهذا العقل، الميزة والنعمة العظمى التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا الإنسان. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada bani insan atau manusia ini yang dia melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain, iaitu akal. Dengan akal berbeza seorang tersebut sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. ثم ليس المقصود من هذا العقل هذا التدبير الذي يحصل من خلال هذا العقل والتفكير في التقديم والتأخير وإدارة الأمور وبعض ما يستخدم فيه هذا العقل، إنما العقل الذي يعي كلام الله سبحانه وتعالى، الوحي الرباني وكلام نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويتدبر هذه الأمور تدبر لآيات الله وتدبر لكلام نبي الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Akal yang dipuji bukan sekadar akal yang mampu untuk merencanakan akan sesuatu, bukan sekadar akal yang mampu untuk mentadbir, mendepankan akan suatu perkara, membelakangkan akan suatu perkara, tapi akal yang dipuji adalah akal yang mampu untuk memahami akan kalam Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mampu untuk mentadabbur akan kalam Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang betul, juga dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وقد سمعت سيدي الحبيب عمر يقول أن تفاوت الناس وقربهم إلى الله سبحانه وتعالى على مقدار ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العقل، أي العقل هذا الذي يعي خطاب الله وينفذ ويطبق. Kami mendengar daripada guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafiz beritahu, perbezaan peringkat dalam kalangan manusia adalah berdasarkan akal atau kapasiti akal yang ada pada mereka. Pada bentuk apa? Pada bentuk bagaimana mereka memahami akan kalam Allah dan juga sabdaan Nabi SAW, dan bagaimana mereka mempraktikkan apa yang mereka telah faham daripada suruhan Allah, daripada kalam Allah, juga daripada kalam Nabi Muhammad SAW. وهذا العقل الذي يعي كلام الله سبحانه وتعالى صاحبه يكون تعامله مع هذا الوحي، مع كلام الله، مع القرآن العظيم
تعامل يختلف عن بقية تعامله مع الأشياء، فيتعامل مع هذا القرآن تعظيما ومحبة وشوقا وتدبرا وتلاوة واستماعا واتباعا وفرحا به. Orang yang memiliki akan akal yang sihat ini, yang mana disebutkan seperti tadi, yang digunakan untuk memahami akan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini interaksi dia dengan kalam Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan makhluk yang lain. Mereka berinteraksi dengan kalam Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh keagungan, dengan penuh rasa dia luar biasa akan Al-Quran, dengan mengikuti akan Al-Quran, dengan membaca akan Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ini merupakan sifat seorang yang benar-benar memahami akan kalam Allah dan memiliki akal yang sihat. وعلى قدر ارتباط أحدنا بالقرآن محبة وتعظيما واتباعا وتدبرا إلى آخر هذه الأشياء، على قدر ما نتصل بهذا الكتاب العظيم يكون لنا المدد العظيم عقلا، أي ما يعطينا الله سبحانه وتعالى من العقل الذي يميزنا عن الآخرين. Berdasarkan sejauh mana ikatan kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ikatan akal kita dengan kalam Allah, dengan memahami, dengan mencintai, dengan membaca, sejauh itu jugalah akan mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan kefahaman dan juga anugerah buat akal kita. ونسمع في كلام الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في الآية الأخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فترابط الإنسان، ترابط كمية العقل ورجاحة العقل عند الإنسان يرتبط بمقدار ارتباطه بهذا القرآن العظيم. Kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran dalam bahasa Arab, semoga kamu itu mampu untuk tergolong daripada golongan orang yang berakal. Kata Habib, dan juga bacakan ayat lain yang sama makna dengan dia. Ini membawa petunjuk bahawasanya orang itu akan dinamakan sebagai berakal dan juga memiliki akal yang sihat bergantung bagaimana dia punya interaksi dengan firman Allah, wahyu Allah, iaitu Al-Quranul Karim. فارتباطنا بالقرآن كل واحد مننا يقيس عقله بمدى ارتباطه بالقرآن، ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من خلال هذا القرآن العقل الوافر الراجح الرزين الذي يتبصر الأشياء من خلال نور هذا القرآن العظيم. كل واحد مننا يتأمل كم لي من هذا التدبر، كم لي من هذه القراءة، كم لي من هذا الاستماع، كم لي من هذا الشوق، كم لي من هذا التعامل الذي فيه التعظيم لهذا القرآن. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian kepada seseorang tersebut berdasarkan bagaimana keterikatan dia dengan Al-Quranul Karim. Setiap daripada kita boleh untuk mengukur akan akalnya yang sahih seperti disebutkan di garis pandukan tadi dengan bagaimana dia dengan Al-Quranul Karim. Berapakah pengikatan dia dengan Al-Quranul Karim? Bagaimanakah kecintaan dia dengan Al-Quranul Karim? Bagaimanakah rindu dia dengan Al-Quranul Karim? Berdasarkan tersebut kita tahu bagaimana seorang tersebut akal dia. Kerana apa? Kerana kata Habib, bila mana seorang tu terikat akalnya dengan Al-Quranul Karim, Allah akan memberikan kefahamannya kepada akalnya berdasarkan cahaya dan juga rahsia yang ada pada Al-Quranul Karim. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى علينا أكرمنا به سبحانه وتعالى، وهو يكفينا دلالة على طريق إليه سبحانه وتعالى والسير في هذا المنهج العظيم بما جاء به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، يكفينا تعظيما له وتقربا إليه سبحانه وتعالى. Al-Quran ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kitab yang Allah anugerahkan kepada kita. Hakikat cukup sekiranya seorang tersebut benar-benar berpegang kepada panduan Al-Quran Al-Karim untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia berada pada track yang betul untuk sampai memahami kepada tujuannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. وأذكر عندما التقيت بسيدي الحبيب أبي بكر عطاس بن عبد الله الحبشي
رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. أول ما كان يسألني عن القرآن، كيف أنت مع القرآن؟ فقال لي لا تترك تلاوة القرآن يوميا ولو صفحة واحدة. Kata Habib, ketika mana saya berjumpa dengan Al-Habib Abu Bakar At-Tas bin Abdullah Al-Habsyi, beliau mengatakan ketika saya berjumpa dengan beliau, soalan pertama yang diajukan kepada saya adalah bagaimanakah anda dengan Al-Quranul Karim? Dan nasihat beliau, jangan engkau berlalu dalam harianmu atau minggumu atau waktumu kecuali pada setiap hari itu engkau ada membaca sekurang-kurangnya satu muka surat daripada Al-Quranul Karim. هم يخافون علينا أننا نسير إلى الله سبحانه وتعالى وعلاقتنا مع القرآن ضعيفة. Mereka Ahlullah ini khawatir kepada kita bila disuruh seperti itu. Kerana apa? Mereka khawatir kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hakikatnya hubungan kita dengan kalam Allah itu sendiri lemah. لا يصلح أن يكون مسلم عادي، إنسان عادي لا يعرف الوصول إلى الله والطريق إلى الله وهذه الأمور وهو ليس ملازم للقرآن أو ليس له نصيب للقرآن، فكيف الذي يرغب في الخير ويرغب في القرب إلى الله أكثر ويرغب في طلب العلم وهو ليس له نصيب وافر من هذا القرآن. Orang biasa yang mereka itu tidak ada tujuan untuk dekat dengan Allah sampai kepada Allah pun tidak sepatutnya meninggalkan akan Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang memang dia punya tujuan dia penuntut ilmu yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi, dia meninggalkan, dia menyidai akan Al-Quranul Karim. وقد رأينا من مشايخنا وأسأل الله أن يكون ذلك حجة لنا لا حجة علينا من تعاملهم مع القرآن تعظيما ومحبة وقراءة وتلهفا عليه ما يكفينا أن الطريق هنا. Kami telah melihat daripada para guru-guru kami. Semoga perbuatan yang kami melihat tersebut hujah buat kami, bukan ke atas kami, iaitu muamalah para guru-guru kami kepada Al-Quran tersebut menunjukkan kepada kami bahawasanya inilah jalan yang perlu untuk ditempuhi, dipilih untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada jalan lain. ولذلك تجدون أن افتتاح الدروس تجدون في هذا المسجد وغيرها أن هناك تفسير للقرآن. ما معنى تفسير القرآن؟ يعني هذا نحن نفتح باب بيننا وصلة قوية ما بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى. الباب هذا الذي يوصلنا إليه سبحانه وتعالى. الدرس الأسبوعي في التفسير بمعنى أنك ترتبط، ليس المقصد منه فيما أظن ليس المقصد منه أن تعرف معنى الكلمات، هذه الكلمة معناها هذا ثم هذا ثم لا، ليس هذا المقصود. المقصود ارتباط وجداني، أن نتفاعل مع هذا القرآن، أن يكون في بيتنا قرآن، أن يكون في سياراتنا قرآن، أن يكون في كلامنا قرآن، حتى تكون حياتنا دائما مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. Dan kerana itu kita kalau biasa melihat dalam majlis-majlis ilmu akan dimulai pengajian tersebut dengan Al-Quran. Seperti antum berada di sini sahabat minggu antum mengaji akan dimulai dengan tafsir Al-Quran. Yang dimasukkan dengan tafsir adalah kata Habib, bukan sekadar kita itu memahami akan makna kalimat Al-Quran tersebut, tapi dia lebih daripada tersebut. Bagaimana kita punya perasaan kepada Al-Quran, kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala, perasaan tersebut perlu untuk dikedepankan sehingga nanti kita berada dalam setiap keadaan dengan Al-Quranul Karim, dalam kereta kita dengan Al-Quran, dekat rumah dengan Al-Quran, pada setiap masa kita dengan Al-Quranul Karim. وجرب نفسك، جرب نفسك كيف إذا أنت التزمت هذه التلاوة محبة وشوقا وتعظيما لهذا القرآن، انظر كيف يفعل فيك هذا القرآن، كيف أمورك تتيسر وأحوالك تتحسن وجميع ما ترجوه من الله سبحانه وتعالى تعطى خلال هذه التلاوة وخلال هذا التعظيم شيء من ما يعني يتفضل به سبحانه وتعالى، يعني أنت ستتعجب منه. Habib mengatakan sekiranya anda tidak percaya, anda boleh cuba akan diri anda, melazimi akan Al-Quran, baca akan Al-Quran, anda akan mendapati dengan pembacaan anda kepada Al-Quran, dengan istiqamah membaca Al-Quran, segala perbuatan anda itu akan dipermudahkan, keadaan anda akan berubah, anda punya urusan dipermudahkan, dan anda akan mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anda jawapan kepada setiap masalah anda dalam tempoh anda membaca akan Al-Quran. Dan ia merupakan suatu perkara yang sangat-sangat
luar biasa yang tak mampu untuk diungkapkan. فمن الآن الذي يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الكل منا، كل من ليس له حظ في القرآن يوميا تلاوة أن يعزم من الآن ولو صفحة واحدة، ولو صفحة واحدة، أن نلازم هذا القرآن. هذا نصيبنا من الله، القرآن كلام الله، نصيبك من الله سبحانه وتعالى الآن أمام عينك، تنظر إليه أسهل ما يمكن، الله يسره لنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بلسانه صلى الله عليه وسلم، فنعمة عظيمة. Maka saya berharap moga-moga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang hadir, yang mungkin sebelum ini yang tidak memiliki nasib dengan Al-Quran, yang tak ada bahagian daripada Al-Quran. Semoga selepas ini anda memiliki walau dalam seharian anda juzuk kecil anda membaca akan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana tidak, itu merupakan bahagian anda daripada Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapat anugerah daripada Allah, mendapat kalam daripada Allah, anugerah yang diberikan kepada anda dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتحا في هذا القرآن حتى نزداد فيه تدبرا وتعظيما ومحبة وشوقا، ونزداد فيه كلما مرت علينا الأيام ونحن في ازدياد وشوق ومحبة وتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، فكل الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى تصلح لنا وسنراها بعين مختلفة، بعين غير العين الذي نراها الآن. كلما ازددنا قربا إليه سبحانه وتعالى من خلال هذا الكتاب العظيم الذي جاء لنا به وأنزله على أفضل قلب صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله وبلسانه صلى الله عليه وسلم يسره الله لنا، فنعمة عظيمة فيه الخير والنعيم والسعادة. ازديادنا من هذه القيم والمفاهيم والشوق والتعظيم هو هذا الذي نريد أن نعزم الآن على أن نبدأ فيها. Habib mengatakan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga setiap daripada kita ini diberikan pembukaan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim, sehingga kita memahami akan maknanya dan juga kita mengambil anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh dengan penuh bersungguh-sungguh. Itu yang kita kehendaki daripada kita semua, berazam untuk kita keluar daripada sini menjadikan Al-Quran sebagai rutin harian kita. أسأل الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم في هذه الليلة بكرامة عظيمة، آمين. توثق صلتنا بهذا الكلام العظيم بكلام الله سبحانه وتعالى، واجعلنا وإياكم محبين له معظمين له آمين. تالين له مصغين لأحكامه ولآدابه ولآياته العظيمة، مندمجين معه اندماجا لا نتفرق عنه. بذلك نقرب إليه سبحانه وتعالى ونقرب إلى الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم. يفتح الله لنا باب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعقل الناس خلقه الله سبحانه وتعالى، أعقل خلق الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اربطنا بذلك الحبل واكرمنا بجودك يا كريم يا أرحم الراحمين، وانظر إلينا وبارك في هذه المجالس وأهلها. وسيد الحبيب عبد الله الله يبارك فيه، يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، يمن علينا وعليه بكمال العوافي وعليكم أجمعين ولذرارينا وأهلنا. اللهم انظر إلينا وإليهم واكرمنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada satu poin tertinggal, Habib mengatakan juga bahawasanya barang siapa yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, maka cara memandang dia akan suatu perkara tersebut akan berubah. Berdasarkan dengan betapa kuat dia dengan Al-Quran, betapa itulah cara pandangannya akan berubah. Kurang maaf atas terjemahannya, insya-Allah. عادوا ريب، عادوا الوقت لا ريب، فاصلوا التوكل، فاصلوا خلاص. الأستاذ يسري شوي، الدكتور يسري. اختصرتم حبيبي، عادوا الوقت ريب معنا. الله يحفظك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kurniaannya memilih kita untuk bersama-sama dalam majlis ini, majlis maulid ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang moga-moga dengan hadirnya kita dengan majlis ini dapat menampung hari-hari, masa-masa kita yang lain yang kadang-kadang banyak penuh dengan kelalaian, kelemahan kita. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Moga-moga dengan hasanat-hasanat seumpama ini dapat menampung kelemahan kita yang begitu banyak, kekurangan kita yang begitu banyak dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab Allah yang diperingatkan oleh Al-Habib Dr. Tahir Husin Al-Attas tadi, yang sebenarnya begitu luas masa ruang yang ada untuk kita mendekati Al-Quran. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dan kesungguhan itu, insya-Allah akan disambut dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, antara niat kita hadir dalam majlis umpama ini adalah untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang majlis umpama ini terhimpun padanya pelbagai kunci-kunci yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yang begitu lemah dan begitu mengharap kepada bantuan jalan-jalan dan kunci-kunci. Dan dengan kita hadir dalam majlis umpama ini, kita meningkatkan, memperbanyakkan ingatan kita kepada baginda Nabi SAW, memperbanyakkan selawat, dan kita duduk bersama dengan para pewaris baginda Nabi SAW, apatah lagi daripada golongan, daripada para habaib, daripada zuriat keturunan baginda Nabi SAW yang mewarisi baginda Nabi dari pelbagai sudut. Ya, alhamdulillah, moga-moga dia termasuk juga dengan antara afdalul amal idkhalus surul fi qalbil mu'min. Ya, antara seafdal amal adalah kita memasukkan kegembiraan dalam hati orang-orang mukmin. Ya, walaupun kita tak banyak yang kita boleh sumbangkan kepada dakwah yang begitu tinggi, kita yang begitu rendah ini nak menyumbang kepada dakwah yang begitu tinggi, begitu mulia, nak bersama dengan orang-orang yang begitu mulia, tetapi sekurang-kurangnya dengan kehadiran kita ini, kalaupun sekadar meramaikan majlis, kita harapkan masih termasuk dalam antara afdalul a'mal, menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, jazakumullah khair. الدعاء يقرأ الحبيب مصعب. يقرأ الدعاء حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولقد أشرت لنا ضيف أوصافه تحيي القلوب تحيد أشجانا. صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. صلى الله عليه. لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. صلى الله عليه. للواحد الأحد العلي إلى هنا متوسلين بمن إليه دعانا. صلى الله عليه. مختاره وحبيبه والصفي زين الوجود به الإله حبانا. صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا أحوالا واغفر بنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واسلك بنا في نهج طه مصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أدينا بفضل منك طلعة أحمد في في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وجبال من ودع ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقضي لنا حاجاتي واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بأعظامه وجرامه يا كريم. دعوة مسلمها سبحانك الله
تحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah tamatnya majlis Maulid bulanan Majlis At-Tahqiq Al-Ilmi li Ahli Sunnah yang diasaskan oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi Raisul Majlis, dan kita mengucapkan jazakumullah khair ala hudurikum Sayyidil Habib Dr. Tahir Al-Attas, dan insya-Allah beliau akan meneruskan perjalanan musafir beliau ke Johor, dakwah ke Johor, dan kita doakan agar Sayyidil Habib Abdullah, Habib Tahir dan para syiban kita, wabil khusus yang istiqamah bersama kita, Habib Mus'ab Al-Bar, Amir Alwi Al-Junaid, Habib Alwi Al-Junaid dan Dr. Abdullah Haddad dan para asatidz diberikan kesihatan bersama-sama dengan kita sebagai contoh untuk kita istiqamah dalam majlis ilmu seperti ini. Dan insya-Allah seperti dimaklumkan oleh Sayyidina Habib Abdullah, selepas kita solat Isyak, kita akan buat solatul jenazah gaib kepada Al-Alamah Habib Umar Al-Jalani yang telah pergi meninggalkan kita pada hari Jumaat lepas dan telah dimakamkan di Jakarta di makam Habib Kuncung Al-Haddad, insya-Allah. Subhanallah. 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 Subhanallah, 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 la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد